أهلا بيك في مكانك الآمن في بودكاست أستير مشاعر وحكايات. أنا أستير، والنهاردة عايزة أخدك لرحلة صغيرة، رحلة يمكن تغير نظرتك لحياتك كلها، مش بالكلام الكبير لكن بشعور بسيط جدا اسمه الامتنان. أوقات كتير بنفضل باصين للحاجات اللي ناقصانا لدرجة إننا بننسى الحاجات اللي معانا فعلا. بننسى إن في ناس نفسها تعيش الحياة اللي إحنا متضايقين منها، وده مش معناه إن وجعك مش حقيقي ولا إن تعبك قليل. بس علم النفس بيقول إن العقل البشري عنده حاجة اسمها الانحياز السلبي، يعني المخ بطبيعته بيركز على الخطر، النقص، الألم أكتر بكتير من الحاجات الحلوة. علشان كده ممكن يوم كامل يبقى فيه لحظات جميلة، لكن موقف واحد سيء يسرق كل إحساسك. وهنا بيظهر أهمية الامتنان، مش ككلمة لطيفة لكن كعلاج للروح. الامتنان مش إنك تجبر نفسك تكون سعيد، الامتنان إنك تبص للحياة بعين أهدى، إنك تقول أنا تعبان بس لسه واقف، اتخذلت بس لسه قلبي قادر يحب، مش كل أحلامي اتحققت بس لسه عندي فرصة. ودي قوة مش سهلة أبدا. في دراسة نفسية اتعملت على ناس كانوا بيكتبوا كل يوم 3 حاجات ممتنين ليها. بعد فترة مستوى التوتر عندهم قل والرضا عن الحياة زاد بشكل واضح، لأن الامتنان بيعيد برمجة العقل وبيفكه من سجن المقارنة المستمرة. عارف أكتر حاجة بتسرق مننا السلام؟ إننا طول الوقت بنقارن حياتنا بحياة غيرنا، حد أنجح، حد أجمل، حد أغنى، حد محبوب أكتر. لكن الحقيقة كل إنسان عنده معركته الخاصة، كل الناس شكلهم مطمنين. علشان كده الامتنان الحقيقي بيبدأ لما تبطل تسأل ليه مش عندي كل ده، وتبدأ تسأل إزاي ربنا نجاني من حاجات أسوأ بكتير. يمكن النهاردة أنت ممتن لأن عندك بيت آمن، أو لأنك لسه قادر تبدأ من جديد، أو لأن في شخص واحد بس بيسأل عليك بصدق. وأحيانا الامتنان بيكون إنك نجيت وده كفاية. وفي علم النفس في مفهوم جميل اسمه الوفرة الداخلية، يعني الإنسان اللي حاسس بالامتنان بيحس إنه غني من جوه حتى لو حياته مش كاملة، وده اللي بيخليه أهدى، أخف، وأقل خوف من المستقبل. جرب الليلة قبل ما تنام تطفي النور وتاخد نفس هادي، واسأل نفسك إيه الحاجة الصغيرة اللي تستحق الشكر النهاردة؟ يمكن حضن، أو ضحكة، أو فنجان قهوة، أو رسالة جت في وقتها، أو حتى إن قلبك لسه بيحاول. الحياة مش دايما عادلة، بس فيها نعم كتير مستخبية وسط الزحمة، ولما تتعلم تشوفها روحك هترتاح بطريقة غريبة. في نهاية حلقتنا افتكر دايما إن الامتنان مش بيغير الظروف دايما، لكنه بيغير الإنسان اللي جواه الظروف، وأحيانا ده بيكون كفاية جدا علشان تكمل. كان معاكم أستير، وده كان بودكاست أستير مشاعر وحكايات. لو الحلقة لمست قلبك شاركها مع حد محتاج يسمعها الليلة، وما تنساش إن السلام الحقيقي بيبدأ من جواك. بودكاست أستير مش محتوى يتسمع وخلاص، ده إحساس بيتعيش. أقابلكم الحلقة الجاية إن شاء الله.